يا هلا وغلا على الجميع. فطرنا، شربنا شاينا، احنا شغلنا جاي من شغلنا، عملنا اللي احنا عايزينه. نركز بقى في الكلمتين دول عشان هما بنلخص لكم اللي بيحصل. شفتوا الاهلي، شفتوا بيراميدز، شفتوا الزمالك، التلاتة الاولانيين بتوع الدوري. هل ده مستوى تلاتة يعتبروا احسن 3 فرق في مصر دلوقتي يعني على الاقل؟ لا طبعا. بيراميدز قدام الزمالك ما راحش غيرهم كام كوره وجاب منهم 3 اجوان. الزمالك اصلا ما راحش غير في كرة محمد السيد، والتسديدة الوحيدة اللي راحت على مرمى بيراميدز وجت منها كورة في العرض. الأهلي امبارح قدام فيوتشر ما راحش في كور كتير، لكن جاب 3 اجوان واستقبل هدف. مستوى دفاع الأهلي زفت. مستوى الأهلي طالما بيلعب ب3 في الدفاع هيلبس جون، هيستقبل جون. ليه بقى هيستقبل جون؟ انت كسيستم النادي الاهلي ما ينفعش تلعب ب3. الكلام ده كان بيعمله فرير مع الزمالك، والراجل ده كان بيستقبل اجوان كتير لكن بيكسب. الراجل ده كان بدايته قدام انبي، فيريرا كان قدام انبي وطلائع الجيش. الماتشين خسرهم ليه؟ كان بيلعب ب4. كان بيلعب بحسام ومسلوسي وفتوح، وكان معاهم الزناري ال4. تمام. ال4 هم كان بيخسر. ليه كان بيخسر؟ ليه الراجل كان بيخسر؟ لان ال4 دول ما كانوش كيميا واحده. ال4 ما يمشوش مع بعض. ال4 مع بعض صفر كوره. حسام مش هو المسلوسي ولا هو الزناري ولا هو فتوح. الايام بعد كده، في ايام فيريرا والمستوى اللي حصل بعد كده في فيريرا، راجل بيلعب ب3: حسام ومسلوسي وفتوح. ال3 كانوا بيستقبلوا جون كتير، بس كان بيكسب ليه؟ انه كان بيعوض بال4 في نص الملعب اللي كان موجودين. كان معاك 4. كان معاك امام، كان معاك طارق، كان معاك مين تاني كان موجود وقتها؟ اوباما. كان معاك لعبه تانية، والهجوم كان معاك زيزو والجزير، وكان معاك بن شرقي. ال3 دول كان بيكسبوك اي ماتش. كان معاك كمان فرجاني. تمام. جه بعد كده الدنيا بقى اتغيرت، وابتدى رجع تاني لل4، وابتدى يخسر. وسلسله الزمالك بقى لغايه دلوقتي، والنكسه لغايه دلوقتي لسه موجوده. طيب، ال3 اللي في الدار ورا مش كلمة بعض. محمد هاني، العش، رامي ربيعة، ال3 مش كلمة بعض. في فجوة. وحسين الشحات مش دفاعي كويس، والدبيس مش دفاعي كويس عشان ينزل يسند مع العش. الأهلي كده بيلعب ب5 دفاع في حالة الدفاع. في حالة الهجوم بيلعب ب3، يبقى بيلعب ب3 4 3، أو 3 3 1 3. تمام. فأنت دلوقتي عشان تدافع مش هينفع. طيب، الحل بقى الأزمة دي كلها إيه؟ اللي قاله كولر امبارح: هات لاعب دفاع كمان. ده هو عايز مين دفاع؟ الراجل ده عينه على حسام عبد المجيد. طب هنجيبه ازاي؟ كوبري. فين الكوبري؟ هنجيب نادي اسكتلندي، جاله عرض من فريق اسكتلندي: تعالى يا باشا انا عايزك. بكام يا عم؟ قال لك عايزه 2.5 مليون دولار. نص مليون دولار يعني 75 مليون جنيه. 75 مليون جنيه هيحل أزمة النادي، بس هتخسر مدافع قوي جدا. انت هتخسره بناء على ان انت ما عندكش فرقة كويسة، وفي الظهر ورا غير حسام عبد المجيد هو اللي كان شارك ماتش بيراميدز اصلا. الونش نايم في خط. فانت ما عندكش غير حسام عبد المجيد. طب انت جبت احمد حسام، جبت احمد جهاد عشان تمشي حسام عبد المجيد، هات لي مدافع زيه. مين هو يعتبر احسن مدافع في مصر؟ حسام عبد المجيد دلوقتي. مين احسن مدافع في مصر حاليا بعديه؟ يجي بعد منه آه بيكهام. شعبان ابا من ابو ورام ربيعه تالت واحد. فاللي بيحصل حاليا ان الاهلي عاوز حسام عبد المجيد. طب والزمالك عايز مين كمان عشان اول خط الهجومي؟ الزمالك عايز مهاجم. طب مين هو المهاجم اللي الزمالك عايزه؟ قال لك انا عايز موسى التعمري. طب موسى التعمري راح فرقه نيوم او ليون. خلاص يا عم، او رين. خلاص يا عم، هات لي واحد تاني كمان. او عايز كوتيسا بتاع سويسرا. مفيش كوتيسا، مش هتعرف تجيبه. طب يا عم خلاص، هات لاعب كمان. طب هو كان عينه
على مهاجم فلسطيني. الحقيقة والله مش عارف اسمه ايه، لكن هو يعني حد فلسطيني. هنشوف الايام الجاية ماشية ازاي، وهنعرف هي هتبقى عاملة ازاي. السلام عليكم.